السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غادي نديروا طريقة تفصيل المخور الإماراتي اللي كيكون فيه طرزة في الكول وطرزة في الأكمام. ابتداء يعني التوب كيكون عندنا فيه تقريبا 3 متر ونصف. كتكون الكمام بحال هذا الشكل هذا في الطرزة في الأكمام وطرزة في الكول. عندي هاد 3 متر ونصف كنطوها على 2. يعني كيكون هاد المخور كيكون فيه الطول وما كيكونش فيه العرض، تقريبا بحال الثوب ديال الجوهره، غير هذا كتكون فيه طرزه ديال الكول وطرزه ديال الاكمام، يعني كتفصليه وكتخيطي فقط، يعني ما كديري لا السيفه لا حتى شي حاجه. هذا عندي فيه انا تشبك في الكول، يعني كيتقطع بالكاويه. الطريقه ديال الكاويه غادي تشوفوها في الفيديو القادم ان شاء الله. حاولوا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. البنات اللي بغاو يفهموا الطريقه ديال المخور اللي طلبوا مني طريقه، كنتمنى تكون هذا الشرح يكون واضح. الطرزه كنحاول نطوي الثوب على 2، والطرزه تكون دائما طرزه تكون في الوسط بحال ما هذا الشكل هذا، يعني الكول يطوى من الوسط، كنطويه من الوسط وندير الفنيت. بعد المرات الثوب كيكون شويه فيه ديك الطرزه كتكون مايله لواحد الجهه مثلا، يعني نحاولوا حنا نطوي الثوب ونعبروا من عند الطرزه بهذا الشكل، وربما على حسب الطرزه، يعني الطرزه الا كانت ديال الكول بهذا الشكل اللي انا عندي، يعني كطوي من كتعبري من عند الطرزه اللي كتجي في الكول وكتعبري الطول ديالك، كتعبري الطول اللي عندك وكطوي الثوب على 2. يعني من هاد البلاصه هو اصلا مطوي طوينا على 2 بالعرض، ودابا غادي نطويه على 2 بالطول باش يكون على 4، باش نخلو ديك المسافه اللي غادي نخليوه هي ديال الاكمام بهذا الشكل هذا. طرز غادي العبر ديالكم كنعبروا من عند الطرزه وحنا طالعين الفوق، يعني هاد الزياده اللي ما كنحسبوهاش. من بعد ما طوينا الثوب بحال هاد الشكل هذا نحاول نقادو فوق الطبله مزيان. دائما الثوب قلتلك مطوي على 4، طوه على 2 بالعرض وكنطوه على 2 بالطول ديالو، وكنخلو المسافه ديال الاكمام. كنقادو مزيان الثوب ديالنا. كنحاولوا نقادو الثوب ما يكون حتى شي بلاصه خارجه، يعني يكون متساوي بحال ما هاد الشكل، باش ملي نحطوا المقاسات تكون مقاده ومضبوطه. البنات الطريقه ديال تفصيل المخور راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، يعني شي حاجه اللي هي سهله، غير خاص شويه ديال التركيز والانسان يقاد الثوب مزيان بحال ما هكذا. هاد البلاصه راه مطويه، يعني مطويه على 2 بعرض ومطويه على 2 بالطول. هاد الجهه هي اللي مسدوده، وهاد الجهه الاخرى هي الجهه المفتوحه، هادي الجهه المسدوده وهاد الجهه المفتوحه. كنقاد الثوب مزيان. دابا هنا ما غاديش نركزوا على ديك 8 سنتيم ديال الكول، يعني كنحطوا على القياس ديال الكول كله هذا، لان الكول مرسوم على الثوب. بحال هكذا كنحط غير الكتاف، العدد ديال الكتفين،
عندي انا 42 في الكتفين، يعني كنحط 21 وكنسطر بهذا الشكل هذا. كنزل التركيز ديالي، عندي 25 في التركيز، وكنحط المقاس ديال الصدر. عندي انا الصدر هنا فيه 32، كنحط 32 وكندير الدائره ديال التركيز. دابا كنرسم الدوره ديال التركيز، من بعد كنزل ب 14 سنتيم وكنحط المقاس ديالي، يعني كندير هنا 30 سنتيم، يعني 32 ديال الصدر ناقص 2، كنحط 30 سنتيم ديال الصدر، 30 ديال الحزام عفوا، وكنزل هنا ب20 سنتيم وكنحط المقاس ديال الارداف او الحوض. المقاس ديال الحوض عندي هنا 34 سنتيم. كنحط 34 سنتيم، ولكن هذا راه عندي فيها انا العرض في التحت، ما عنديش مشكل، يعني نقدر ندير سنتيم من هنا وكنهبطو لتحت. يعني انا غادي ندير هاد الدوره كلها اللي في الدوره اللي في الاسفل، غادي نديرها كامله في الدوره ديال هاد المخور هذا. كنحط هاد الدوره كلها ديال الاسفل، كنعاود نعبر العبار ديال الطول، عندي 138. كنعاود نعبر من الجهه الاخرى باش ندير الدوره، حيت فيها العرض بزاف لتحت، يعني كلوش، يعني كنحاول ندير طول، نحط سنتيم هكذا من الفوق ونديرو في الجوانب ديال هذا المخور باش يجي عندي داك، يجي داك التساوي في دوره الاسفل. كنتمنى الشرح يكون مفهوم. دابا غادي نقطع هاد الدوره هادي، ونبدا نقطع. ما بغيتش انا نعزل الاكمام بوحدهم، باش هاد شويه اللي غادي يشد ليا في هاد البلاصه هادي يعني يكون يتسادني في الطول ديال الاكمام. يعني انا نقطع الكتفين، قطعت الكول ونقطع الكتفين ونقطع الدوره ديال التركيز ونهبط بالمقاس حتى الاسفل. هنا كنكون قطعت الامام والخلف. الدوره ديال الكول ما غاديش نقطعها، لان حتى عندي حتى نقطعها بالكاويه، يعني غادي تشوفوا الطريقه في الجزء الثاني ديال الخياطه. دابا غادي نفصلوا الاكمام. هذه هي القطعه اللي غادي شاطت ليا ديال الثوب اللي فيها الطرزه في الاكمام. دائما المخور كيديروا ليه ديك الطرزه كتكون في واحد الجهه هذه، يعني من الكم ملي كطويه كتجي لك ديك الطرزه مايله شويه. هنا باش الا ما جاكش العرض هو هذاك كتزيد الخراط. نطوي الثوب على 4 ومطوي على 2، وغادي نطويه تاني على 4. نحاول نركز على الزواقه ديالكم تجي في الوسط ديالكم، دائما الزواقه مع الرشمه بحال هكذا مع الرشمه، ونقاد دائما الثوب مزيان. هذا راه فيه التشباك في الحاشيه ديال الطرزه. نحاول نقاد الثوب مزيان. هنا
غادي نطوي الثوب على نطوي الثوب اصلا طويته على 2 ونرجع نطويه على 4، ونركز على الرشمه تكون في الوسط. هاد الرشمه هادي تكون بحال هاد الشكل هذا، يعني تكون في الوسط هكذا. هنا غادي يجيني الاكمام غادي يجوني ناقصين، لاني الا كملت هاد التوبيله جريتو حتى للجنب لهاد الجهه، يعني ما غاديش تجيني ديك الطرزه، ما غاديش تجي في الوسط ديالكم. هنا غادي نحط واحد 2 قطعات ديال الثوب بهذا الشكل هذا، ونخلي واحد السنتيم بحال هكا، نخلي سنتيم ونحط فوق منه سنتيم زيد. هذا السنتيم اللي كيتخيط ما كيتحسبش، غادي يتخيط. نحط هاد 2 قطع بهذا الشكل هذا ونرسم الدوره ديال التركيز ديالي. دابا نحط العبار ديال الطول ديال الكم اللي هو 58 سنتيم، وننزل ب25 سنتيم اللي نزلت فيها في المخور. هاد الطريقه هذه كتخليك آه، عفوا. هاد الطريقه هذه ديال الخراط اللي كنديرو في الاكمام كتجي سهله، يعني كطويتو بحال الشكل وكتحطي عليه سنتيم زايد على الثوب، وكتقادي وكتراسي الكم ديالك. هنا غادي ننزل ب25 سنتيم وندير الدوره ديال التركيز. هنا كندخل ب13 سنتيم، كنرسم التركيز ديالي بهذه الطريقه هذه، ونحط العبار ديال راس الكم اللي بغيت، ونمرر بواحد الخط بهذا الشكل هذا. دابا نقطع الكم ديالي بهذا الشكل هذا، وهذا الراس ديالكم يعني غادي يدوز حتى هو بالكاويه باش نقطعو بحال هكذا باش يتقطع، حيت ما غاديش نطوي هذيك البلاصه فيها تشبك. المهم الطريقه غادي تبان في الفيديو القادم، يعني ديال طريقه الخياطه ديال هذا المخور هذا. من بعد ما سالينا تقطع هذاك الشيء اللي في راس الكم راه قلت غادي نقطعو بالكاويه. هنايا هادو القطعات اللي هما ديال الخراط، وهنا لتحت يعني الكمامه. هاد الخرطه كتجي في الخياطه، ملي تبي تخيطيها كتجي في الخياطه في جهه الخلف، يعني في الظهر ديالكم. وهنا غادي تقطع بالكاويه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الاكمام.